بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما العادة، من بعد ما قضينا ليلتين في زاوية أحنصال، كان ضروري من المغادرة ديال هاد البلاصة الزوينة والساحرة، وحنا غاديين على جنبات واد أسيف ملول كيف ما كتشوفوا. بلا شك أنكم عرفتوا الوجهة فين كاينة. الوجهة إن شاء الله هذه هي الطريق اللي كتدي لإمسفران، ولكن حنايا ما غاديش نمشيو لإمسفران، غنضربو تقريبا أكثر من الربع ديال الطريق باش نوصلو لواحد تقاطع طرقي اللي سميتو أغرد نودوماز كيف ما كيسميوه الناس ديال هاد المنطقة. هاد الملتقى هو كيدي ثلاثة طرقان، وحدة كتدي للكاتدرال إمسفران، وحدة كترجع لزاوية أحنصال، والطريق الأخرى كدي لأيت عبدي. حنا غادي نشدو الطريق ديال أيت عبدي إن شاء الله. وقبل ما نشدو هاد الطريق الجهوية رقم 302 واللي كتربط ما بين زاوية أحنصال وإمسفران، خدينا هاد لابيست اللي بصراحة زوينة، غادا على جنب الواد ديال واد أحنصال. وانت دايز في هاد لابيست كتهز عينيك الفوق، كيبانو لك شي دواوير معزولة كاينين في القلب ديال الجبل، وكتكتشف واحد المعنى آخر للحياة. هنا بين هاد البيوت البسيطة ديال الطين والحجر كتعيش واحد الفئة نادرة وقانعة بالحياة، ناس بالرغم من قساوة الظروف، الفيضانات وعزلة الشتاء، كيقابلوك بواحد الابتسامة دافئة وسلام من القلب. واحد الابتسامة كترد فيك الروح وتنسيك التعب ديال الطريق. السفر وسط هاد الدواوير كيعلمك باللي الغني الحقيقي ماشي في الكثرة، بل في راحة البال والقناعة. وأي باب دقيتيه من أي دار بهاد الدواوير كاملين كن على يقين ما غيردوكش بلا. هنا في بحال هاد البلايص وفي الجبل وفي غالب الأطلس، الكرم عندهم ماشي فضل، الكرم عندهم طبيعة وأصل. الناس هنا يتقاسموا معك أي حاجة، ولو خبزة يقاسموها معك. وانت سايق الدراجة ديالك، وملي كتلاقى مع ناس كبار وصغار كيشيروا لك في الطريق، وهنا كتحس باللي ان هذيك الابتسامة وهذاك السلام اللي كيعطيوك خارجة من عندهم من القلب. ومن هذا المنبر كنقدم واحد تحية إجلال وتقدير لساكنة الجبال والأطلس، ناس الصبر والأصالة والكرم الحقيقي. كيف ما شفتوا بعد ما سالينا هذيك لابيست، خرجنا في طريق الجهوية رقم 302 اللي كتدي لإمسفران وكتدي لأيت عبدي، والرحلة إن شاء الله مازال مستمرة إلى ما بعد أيت عبدي. وأي واحد كيشوف هذا الفيديو غادي يسحب ليه باللي الطريق كلها غودرون حتى لإمسفران وزوينة بحال ما هكا. بالعكس، الطريق كلها غودرون حتى التقاطع ديال أغرد نودوماز، هذاك التقاطع اللي فيه ثلاثة طرقان. طريق كتدي لإمسفران واللي كلها بيست، والطريق اللي كتدي لأيت عبدي اللي غودرون، ولكن ماشي شي غودرون، واحد الغودرون كله عقبة، واحد العقبة اللي ما صراحة صعيبة بزاف، هي اللي كدوز على ممر ماسكو او إيفري ماسكو حسب المنطوق عند صحاب المنطقة.
وملي كتلقى بحال هاد الطرقان الصعاب والعقابي الصعاب، هنا كتجلى متعة السفر بالدراجة النارية. والسفر بالدراجة النارية ماشي غير مجرد وسيلة تنقل من مكان لآخر، بل هو تجربة عيش كاملة كتعطي السائق ولا الدراج واحد الإحساس وواحد الأدرينالين صراحة ما غاديش يحس به إلا اللي مجربو. عرفتي شنو هو الإحساس ديال واحد سايق الدراجة النارية ديالو في بحال هاد الأجواء؟ راه واحد الإحساس صراحة ما كيتصورش، راه ما غادي يحس بهاد الإحساس إلا مجرب السياقة بالدراجة النارية في بحال هاد الأجواء وفي بحال هاد الأماكن. راه أي واحد كيركب على موطور وعلى أي دراجة نارية كيف ما كان النوع ديالها، راه خاصو يجرب هاد الإحساس هذا. السياقة ولا القيادة ديال الدراجة النارية كتتطلب واحد الصفاء ذهني وتركيز حاد. هاد التركيز هو بحال واحد التأمل نشيط، زعما أي حاجة حيدها من بالك، لا من ضغوط نفسية ولا مشاكل روتينية ولا ضغوط الحياة اليومية. خوي بالك، المهم خوي بالك وركز مع الطريق ديالك. وفي الطريق انت ما كتعرفش غير الجغرافيا ديال بلادك، انت كتعرف حتى الجغرافيا ديال الروح ديالك، شحال تقدر تصبر وشحال تقدر تتأقلم مع المفاجآت. وهنا كنرجعوا لأهم عنصر في قيادة وسياقة الدراجة النارية، ألا هو التركيز. وهذا التركيز خاص يكون عالي بزاف، بنادم ديما يركز مع الطريق. وهذا التركيز داخل في التجهيز النفسي، انه اي مطار ولا اي مسافر ولا اي سائق خاص يكون مجهز نفسيا لاي رحله. وكاينه واحد الحاجه اخرى عاوتاني، واللي هي الواحد خاصو يحترم المسار والبيئه اللي هو فيها. يعني الواحد الا مشى شي بلاصه يخلي بلاصتو زوينه ولا يخليها احسن ما كانت وما يخاطرش براسو. مثلا اذا كان الواد دايز بنادم مي يغامرش براسو. و البلاصه اللي كنتي باغا تمشي ليها خاصك تكون عاوتاني قبل انك طلعتي على احوال الطقس، واش كاين شي رعدات ولا ما كاينينش، واش كاين الشتاء ولا ما كاينش. لانه في هذوك البلايص في اعالي الجبال ديال الاطلس، يعني اين فوا بنادم كيفوت 2000 متر على سطح البحر ولا 2500، يعني هذيك المناطق كلها مهددة بالعواصف والرعدات وداك الشيء. يعني الواحد ديما كاين شي حوايج من الأساسيات ومن البديهيات اللي خاصو ياخذهم بعين الاعتبار. هما الاولين عاد يمكن ليه يشد الطريق، لانه في اخر المطاف غادي توصل ومهما كانت المسافة، واش طويلة ولا قصيرة. والواحد ما خاصوش يفورسي عاوتاني على راسو وانت غادي. يعني انت شاد الطريق، خاصك سايق الموتور مثلا، يعني كتسمع الجسم ديالك والمحرك ديالك وما توركش على راسك ولا على الموتور. فاش تحس بنادم بالحرارة طلعت ليه ولا غلب عليه العيا، على الاقل خاصو ياخد واحد الاستراحة، واخا غير 10 دقائق ولا ربع ساعة. هذيك ال10 دقائق تقدر الواحد تنقذ ليه حياته كاملة. لأنه هاد العيا وهاد التعب في السفر بالدراجة النارية هو واحد جزء أساسي من هاد التجربة. والأسباب ديالو راه كاينة بزاف. كاين مثلا الإجهاد البدني أو الإجهاد الذهني، يعني بنادم
هو سيق المسافة طويلة في الطريق صعيبة وفي عقابي وفيراجات وهذا الشيء وكيتطلب واحد تركيز عالي. هذا كيسبب العيا. كاين عاوتاني عوامل طبيعية، يعني تقدر تكون مثلا ريح انت غادي والريح ضدك، ولا الريح قاصحة كتقدر تخرجك على الطريق، ولا الحرارة، ولا البرودة، ولا الثلج، ولا كاين بزاف بزاف ديال العوامل. وهادشي اللي كيخلي من التركيز كينقص، وملي كينقص التركيز كيغلب عليك العيا. وإلا مشى حتى غلب عليك العيا، يعني فضروري خاصك توقف للسلامة ديالك. وباش الواحد يقدر يتجنب العيا بزاف، على الأقل يدير واحد الراحة منتظمة أثناء السفر ديالو، سواء بالدراجة النارية، سواء بالدراجة هوائية، سواء بالسيارة ديالو، سواء أي سائق. يعني يدير واحد الراحة منتظمة، يقدر يتوقف على كل مسافة، ولا تقريبا على كل ساعة يوقف واحد 10 دقائق ولا. هادشي كيقدر يخفف من التعب بالزربة. ومرة بنادم يشرب الماء إذا كان الجو حار. وطبيعة الحال عاوتاني بنادم يكون داير في جيابو شي حاجة كتكال خفيفة، بنادم غادي وياكل شي شوية في الطريق، يعني داكشي يقدر يخفف عليه من العيا ومن التعب. والواحد عاوتاني يسمع للجسم ديالو، يحس بالجسم ديالو، ما يبقاش يكابر في داك التعب اللي هو كيحس براسو عيا. هو كيكابر كيجاهد على النفس ديالو. المغامرة الناجحة ماشي هكا. المغامرة الناجحة هي اللي تنتهي بالوصول سالما، يعني الواحد هو يوصل سالم للهدف ديالو، ماشي نوصل واني حرقت الطاقة بزاف ووصلت بالزربة واحد الوقت قياسي. يعني هادشي من وراه كيجي غير تعب وفقدان التركيز وبزاف د الحوايج اخرين. وكيف ما كتشوفوا احنا مازال غاديين على طول هاد الطريق. وفي هاد البلاصة بالضبط، من بعد ما قطعنا هاد القنطرة اللي كاينة في على طول الطريق، هنا تقريبا نقولوا انه قربنا لهداك التقاطع ديال نودوماز، اغرد نودوماز. يعني في هذاك التقاطع تما غيبدا، او تما غتبدا البدايه الحقيقيه ديال العقبات. من تما كيبداو العقبات الصعاب. يعني يقدر شي واحد يقدر يقول لك عقبات عاديين ماشي شي حاجه، هما بالنسبه لشي واحد اللي غادي خفيف انه عاديين. ولكن الواحد اللي هاز معاه بزاف ديال الباجاج وبزاف ديال الحوايج والثقل، هذاك هو اللي كتجيه السياقة بالدراجة النارية صعيبة في بحال هاد المنعرجات. كيف ما كتشوفوا دابا الراس ديال الجبل الفوق هذاك تما كاين ممر ماسكو او تيزين ماسكو. وباش توصل تما ضروري خاصك تضرب هاد الفيراجات وهاد العقبي كاملين. وحنا دابا في هاد البلاصة قربنا لملتقى الطرق اللي هضرنا عليه قبيله في البداية ديال الفيديو. هذاك الملتقى ديال الطرق اللي كينقسم لثلاثة طرقات. دابا غنشدو الطلعة هادي، هاي تعدي. بسم الله.
ابتداء من هاد النقطة كتبدا الصعوبة ديال المنعرجات والصعوبة ديال العقبات. تقريبا كتلقى بعض المرات شي عقبة اللي فيها شي 45 درجة ولا ما عرفنا. دابا في الكاميرا كتبان لك الطريق عادية، ولكن راه كلها طلعة. كيف ما شفتو قبيلة، هذاك الجبل اللي كان كيبان صغيور هذاك هو تيزين ماسكو، هو اللي ان شاء الله غادي نوصلوا ليه باذن الله. شوف العقبات كي دايرين، شوف كتلقى شي فراجات اللي مجموعين بزاف لواحد الدرجة ما كتصورش، وانت سايق في هاد الفيراجات وانت طالع وكون ما طلعتي بزاف وكون ما كتشوف مناظر احسن من اللي قبلها. وملي كتشوف مناظر زوينه بحال هادو كتنسى شي حاجه سميتها الدعايه ديال الطريق. كيف ما كتشوف الفوق هذاك هو تيزين ماسكو، هو الراس ديال الجبل هو هذاك اللي كيبان لكم. وشوف على منعرجات كيفاش دايرين. وفي هاد الفيراج اللي غادي يبان دابا هو فين تقطعت الطريق، هو هذا هنا فين تقطعت الطريق اللي غادي نشوفه في اخر الفيديو. وهذاك هو الراس ديال الجبل اللي غادي ندوزو عليه ان شاء الله، ونهاية هاد الارتفاعات. ومن بعدها غادي نشدو طريق طوالة ان شاء الله. كيف ما قلت لكم، كل ما طلعتي بزاف كل ما كتشوف شي حاجة احسن من اللي قبلها. سبحان الله على مناظر هنايا كيفاش كيتشافوا من الفوق، مناظر يعني الواحد ما يقدرش يوصفهم بكلمة ولا جوج. هذه هي روعة طريق ايت عبدي. ما غاديش نهضر انا بزاف ونخليكم نتوما مع روعة المشاهد اللي كتشوف. شوفوا هنايا تقريبا على فراجات كيفاش دايرين الموتور. بعض المرات ماشي كيصعب عليه، يعني الا ما عمرتيش الموتور مزيان يقدر يوقف بك الموتور. يعني خاصك تقراطي ويلا تبغي تشد الفيراج تزيد شويه السرعه باش ما يوقفش بك الموتور وباش ما يرجعش بك. وهنايا غادي نخليكم مع هاد واحد المنظر زوين، واحد الشلال ديال الماء اللي صغيور. وهنا فين درنا واحد الاستراحه ومنها ارتاحينا حنا من التعب وريحنا المواطر شي شويه على ما بين ما بردوا واحد شويه. وهاد النهار كانت واحد الحراره مرتفعه بزاف. نخليكم مع هاد روعه المشهد.
بعد ما خدينا واحد الاستراحة اللي كانت خفيفة شي شوية، ريحنا فيها المطر وارتاحينا فيها حتى حنايا من هداك العيا ديال الطريق، كملنا الوجهة ديالنا نحو القمة أو نحو قمة ممر ماسكو. هنا الطلعات كيصعبو شي شوية، كتولي الطلعة قاصحة بزاف أكتر ما كانت في البداية، والطريق تقريبا دايزة على الحافة. شوفوا الطريق كيفاش دايرة، دايزة على الحافة ديال الجبل، وهذا الشيء هو اللي كيعطي لها الطريق واحد الجمالية رغم القسوة والصعوبة ديالها. وكما قلت لكم قبيله، كون ما طلعتي بزاف كون ما كتشوف شي حاجة زوينة بزاف. وكما كتشوفوا اتجاه السهم كاين واحد الخط خضر كيبان صغير، هذاك هو ممر ماسكو، واللي غادي نوصلوا ليه من بعد ما ندوزو هاد اخر فيراج. تقريبا كان هذا هو اخر فيراج. هذا اذا هو ممر ماسكو، واللي هو ماشي غير مجرد فيراجات ولا منعرجات كاينه في الجبل، هو واحد القصه ديال التحدي ما بين الصخر ديال الجبل والعزيمه ديال سكان هذه المنطقه، واللي بالفضل ديالهم والاراده الصلبه ديالهم تحول هذا الجبل الصعيب الى نقطه وصل كتربط ما بين الدواور المجاوره لكل من أيت عبدي وزاوية أحنصار. وإلا كملتي الطريق من بعد الممر فهي أيضا كتربط ما بين جوج جهات، هي جهة بني ملا الأزيلال ودرعا فيلالت، وهي اللي إن شاء الله الطريق اللي ناوي نديرو من بعد هاد الممر. والحمد لله وبفضل الله تعالى وصلنا للمحطة الأولى من هاد الرحلة لهذا اليوم، وسط هذا المنظر الجميل صراحة. هنا شوفوا سبحان الله العظيم على الشتا كيفاش دايرة. شوفوا حنا هنايا تقريبا في القمة، وشوف الكمية ديال شحال ديال المياه ديال الشتا والماء ديال الشتا هابط مع داك الطريق، هاد الطريق كامل هبطنا معاه. وهذا الشيء هو اللي خلى هاد الطريق توصل لهاد الحالة وتقطع على الناس. شوف المخلفات ديال هذاك المكان اللي هبط من تما، شوف سبحان الله العظيم. شوف الطريق كيفاش تولى، شوف هاد القنطرة كيفاش ولات، شوف كيفاش تحفرات. صراحة واخا الصيف، يعني في المناطق ديال الارتفاع، المناطق المرتفعة، بحال الصيف بحال الشتا، غير هو في الوقيته ديال الشتا كيكون الثلج بزاف، وفي الصيف كيكونوا الرعدات بزاف بحال ما هادو.